السلام عليكم. في الفيديو غنشوفوا القرار الجديد اللي كيهم الشباب، وهذا القرار المعلن من طرف وزارة الشباب برئاسة الوزير المهدي بن سعيد، واللي عنده علاقة بتعميم جواز الشباب على الصعيد الوطني بجميع أقاليم المغرب. في الأول، وبالنسبة للناس اللي ما عندهاش فكرة، فجواز الشباب هو واحد التطبيق مجاني موجه للشباب المغاربة، وكذلك الشباب الأجانب المقيمين بالمغرب واللي الأعمار ديالهم بين 16 و 30 سنة. كتجلى الأهمية ديال هذا التطبيق في أنه كيعطيك تخفيضات وعروض متنوعة ومزيانة في مجالات مختلفة بحال الرياضة، التنقل، الثقافة، الإقامة، كذلك الصحة. ومن بين الخدمات اللي كيقدمها هذا الجواز كنلقاو تخفيض في الاشتراك الشهري ديال الترام، تخفيض شهري على حافلات مركوب .ma، تخفيض شهري على تذاكر القطار، حجز تذاكر للعب في ملاعب القرب لكرة القدم والسلة وباقي الرياضات بأقل الأثمنة، حجز موعد لولوج المتاحف مع أثمنة اللي تقدر توصل بالمجان، الاستفادة من تكوينات مجانية، الاستفادة من فتح حساب بنكي ب0 درهم وإجراءات وخدمات بالمجان، الاستفادة من تخفيض في فنادق الإقامة، حجز تذكرة سينما بأقل ثمن، وكذلك الاستفادة من الخدمات الصحية. أما بخصوص طريقة التسجيل فهي سهلة وبسيطة، فقط حمل التطبيق اللي غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف، أو دخل الموقع الرسمي pasjeune.ma، ومن بعد قم بإنشاء حساب وعمر المعطيات الشخصية ديالك، زائد تحميل صورة شخصية وصورة خاصة ببطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك. في ظرف أسبوع كتوصلك رسالة بقبول الطلب ديالك وأن الجواز ديالك ولا صالح للاستعمال. وللمعلومة، فهاد الجواز كان بدا في جهة الرباط سلا القنيطرة، وصل عدد المسجلين فيه ل 250 ألف شاب وشابة، الشيء اللي سرع من عملية التعميم ديالو على باقي ربوع المملكة. نتمنى أن الفيديو فاتكم، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.